يبدو أن سياسة توجيه الصفعات للعاهل المغربي وإظهار تبعيته وانبطاحه لإملاءات الغرب بات عرفا سائدا لدى المسؤولين الغربيين، حتى أصبح بالكاد ينقضي أسبوعا من دون إهانة متعمدة أو فضيحة مخزية تلحق برأس النظام المغربي. هذه المرة جاءت الفضيحة بسبب الثروة الفاحشة لأمير المؤمنين المدافع عن الفقراء كما يطلق على نفسه، والتي تضاعفت عدة مرات منذ تتويجه ملكا على العرش. وفي هذا السياق شن حزب الشعب البلجيكي هجوما عنيفا على حكومة بلاده بسبب إقرارها مساعدة مالية للمغرب بقيمة مليوني يورو، كاشفا عن ثروة الفاحشة التي يمتلكها العاهل المغربي محمد السادس. وفي هجومه على حكومة بلاده قال النائب عن الحزب سام فان روي إن ملك المغرب محمد السادس يمتهن التسول بشكل جيد، وأعلن هذا الأسبوع أنه سيضخ ما لا يقل عن 3 مليارات درهم في الاقتصاد المغربي، في حين أن بلاده تعاني من جفاف شديد. وأضاف أن هذه الأموال تأتي من صندوق ملكي على الرغم من ثروته الشخصية البالغة 7.2 مليار دولار. من الواضح أن الملك لديه الكثير من الأموال لإنفاقها. على سبيل المثال يمتلك ما لا يقل عن 12 قصرا في بلاده وخارجها، ولديه أكثر من 600 سيارة فاخرة باسمه، وهو يرتدي أكثر الساعات تميزا في القارة الأفريقية بأكملها. المعلومات هذه كشفها روي للتعبير عن معارضة حزبه للمساعدة المالية المقدمة من بلجيكا إلى المغرب، مضيفا أنه سيتم استخدام أموال الضرائب لدعم مشروعين في المغرب بمبلغ إجمالي قدره مليوني يورو. وتابع هجومه قائلا: على ما يبدو يجب على المواطن البلجيكي الآن أن يدفع ثمن حماية البيئة وتعزيز الاقتصاد المحلي والتوظيف المستدام في المغرب. وخلال الجلسة نفسها واصل روي كشف ثروة الملك المغربي قائلا: هل تعرف ما هي ثروة ملك المغرب؟ 6 مليارات يورو، 6 مليارات يورو على أقل تقدير. ووفقا للمتحدث نفسه فإن ملك المغرب يمتلك طائرتين خاصتين و600 سيارة فارهة وآلاف الساعات باهظة الثمن. وقبل عامين فقط اشترى هذا الملك منزلا مساحته 1000 متر مربع في باريس بالقرب من برج إيفل. وأهدف بالقول: مليوني يورو هو مقدار الدعم الذي يمنحه للمغرب، لذا فهو المبلغ الذي ينفقه ملك المغرب المصاب بجنون العظمة على 1100 خادم في 12 قصر في يومين فقط. ويعد محمد السادس هو الملك ال23 للمغرب، وتوالى الحكم خلف لوالده الملك الحسن الثاني بعد وفاته، وهو واحد من أغنى الملوك في العالم. وكانت مجلة فوربس الأمريكية قد صنفت ملك المغرب في المركز الخامس ضمن أغنى ملوك العالم خلال العام 2021 بثروة بلغت 8.5 مليار دولار. وقد عرف محمد السادس بلقب المدافع عن الفقراء نظريا، وهو يملك مجموعة من الشركات الكبرى في المغرب وخارجها، والتي تدر عليه عائدات مالية ضخمة. حيث جاء في تقرير المجلة أن الملك محمد السادس صار أغنى ملوك العالم، وأن ثروته فاقت ثروة أمير قطر رغم العائدات النفطية لهذه الدولة. إذ كشفت المجلة أن ثروة المدافع عن الفقراء تضاعفت 5 مرات منذ تتويجه ملكا على العرش صيف 1999. وحسب المجلة فقد كثر الحديث حول ثروة الملك محمد السادس منذ العام 2011، خصوصا مع تزايد معاناة المواطنين المغاربة الذين لجوا أمام الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي إلى زراعة الحشيش، والذي لم يعد هو الآخر في المتناول بعد أن تدخل القصر للتحكم في زراعة وإنتاج وتصدير الحشيش باعتباره أهم الموارد الاقتصادية للمملكة المغربية والبلاط، ويعد العامل الأهم في زيادة ثروة ملك الفقراء. وتؤكد بعض التقارير أن القسم الأكبر من إيرادات الدولة وبالأخص الحشيش يتدفق مباشرة إلى البلاط الملكي، فالملك محمد السادس تاجر مخدرات بحسب العديد من التقارير السرية. وفي ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب المغربي المغلوب على أمره، كشف تقرير المجلة الأمريكية أن الملك محمد السادس تجاوزت ثروته 8.5 مليار دولار سنة 2021، وهو يحتل المرتبة الخامسة من حيث الثراء بين ملوك ورؤساء العالم، إلى جانب راتب شهري من خزينة الدولة وصل ضمن ميزانية 2022، وهو راتب غير محدد كونه يفوق كل رواتب الملوك عبر العالم. بعض المصادر تقول إنه يفوق 400 ألف يورو، وميزانية مخصصة للقصر مقدرة بحوالي 3 ملايين دولار سنويا،
ونفقات إضافية تقدر ب700 ألف دولار شهريا. ويقوم محمد السادس بجولات مطولة في الخارج، ويحوز عينات سيارات فاخرة قد يصل عددها إلى 600 سيارة، ويمتلك طائرة بوينغ فاق سعرها 90 مليون دولار، فضلا عن القصور التي تمتلكها العائلة الملكية خارج البلاد. كما لديه شركة مناجم ويمتلك أسهما في العديد من الشركات، وهو أكبر مالك للأراضي في المغرب. ويبسط السيطرة التامة على وسائل الإنتاج والصحافة وقوات الأمن وبرلمان البلاد في غياب أي معارضة تذكر. كما يمتلك الملك عشرات الشقق والقلاع في المغرب وفرنسا، ولديه أصول من اليخوت ومجموعة من عشرات السيارات، ومجموعة كاملة من ساعات رولكس بقيمة 170 مليون دولار. ويتدفق جزء كبير من إيرادات الدولة مباشرة إلى البيت الملكي، ويحافظ عشرات الآلاف من العمال على 20 قصرا منتشرة في جميع أنحاء الولايات والمدن المغربية. منذ حوالي عام سُرق 36 منهم من القصر في مراكش تحت أنوف الحراس، وبعد أيام قليلة تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم، وهو عامل تنظيف سابق في القصر قام بسرقة الساعات نيابة عن عصابة لصوص المجوهرات. واعتقل 25 شخصا في القضية، من بينهم 14 من تجار المجوهرات واللصوص وأصحاب العقارات. حُكم على عامل النظافة بالسجن 15 عامًا، وحُكم على المتورطين الآخرين بالسجن لمدة تتراوح بين 4 و15 عامًا. كما تحدثت العديد من التقارير عن نجل الملك الحسن الثالث الذي يعتبر من أثر الأمراء في العالم، ويقارن بابن ملكة بريطانيا وأسماء أمراء صغار آخرين. فكم يا ترى تبلغ ثروة الحسن الثالث يا ترى بالدولار الأمريكي والدرهم المغربي؟ وتقدر ثروة ولي عهد المغرب الحسن الثالث الذي يعتبر من أثر الأمراء في العالم، ويقارن بابن ملكة بريطانيا وأسماء أمراء صغار آخرين وهو في سن 19 سنة بأنها بلغت 1.5 مليار دولار أمريكي، واحتل المركز الخامس كأغنى طفل في العالم. وسبق أن كشفت تسريبات وثائق بندورة أن شقيقة محمد السادس حسناء العلوي الملقبة بليلى حسنة اشترت منزلا فخما في لندن ب11 مليون دولار في لندن الراقية بالقرب من قصر كنسينجتون. وسبق محمد السادس نفسه حسب ما كشف عنه موقع أفريكا انتليجنس السنة الماضية عندما اشترى شقة في العاصمة الفرنسية باريس مقابل 80 مليون يورو. كل هذا يحدث في الوقت الذي يحتل فيه المغرب المرتبة 129 في سلم التنمية البشرية العالمي. وفي وقت سابق دعا وزير حقوق الإنسان المغربي الأسبق محمد زيان الملك محمد السادس للتنازل عن العرش لولي العهد الأمير مولاي الحسن الذي يبلغ من العمر حاليا 19 عاما. وتساءل الوزير الأسبق محمد زيان عمن يحكم المغرب حاليا، موضحا أن الملك غائب لأنه إما غاضب أو مريض. وقال إن ولي العهد مولاي الحسن عليه أن يتحمل مسؤوليته، موضحا أن شقيق الملك مولاي رشيد لا يمكنه قيادة المغرب. وخاطب الوزير المغربي السابق القادة الحاليين مستهدفا بشكل غير مباشر القصر، داعيا إياه لقول الحقيقة للشعب المغربي من أجل طمأنته، وخاصة قبل تفكك البلاد. وتساءل زيان إن كان المسؤولون يعتبرون المغاربة حشرات لعدم توضيحهم للشعب حقيقة ما يجري، مؤكدا على أن ممارسة الغموض لن تفيد أحدا. ولفت إلى أنه في المغرب لا أحد الآن يعلم من يدير الشأن العام في البلاد، موضحا أنه يستحيل أن يبقى الشعب المغربي في دوامة ملك مريض أو غاضب أو غائب بحسب قوله. وجاء حديث الوزير المغربي الأسبق بعد أيام قليلة من كشف موقع أفريكا انتليجنس الاستخباري الفرنسي أن ولي العهد الأمير مولاي حسن يسعد لتولي أعلى منصب في البلاد. وقال الموقع أنه بينما يتراجع ملك المغرب الحالي محمد السادس أكثر فأكثر، بدأ ولي العهد تدريبه على تولي السلطة، لأنه مضى أكثر من عام على بلوغ مولاي حسن السن القانوني ليكون الملك. وبحسب الموقع فإن نجل محمد السادس الذي يبلغ من العمر الآن 19 عاما أصبح لديه مكتبه الخاص في القصر الملكي ليعتاد فيه على ألغاز السلطة في غياب والده الذي يعيش في فرنسا منذ عدة أشهر. الجدير ذكره أن الأمير الحسن الثالث استعد لتولي العرش منذ ولادته، وقد احتفل مؤخرا بعيد ميلاده 19 في 8 من مايو أيار الماضي. ولعل الأمر المثير للاستغراب هو أن الديوان الملكي يتكتم عن سر هذا القرار للملك، ويخفيه عن الشعب المغربي الذي ستفاجأ خلال الأيام القليلة المقبلة
بتنصيب ولي العهد ملكا على البلاد.